الحكاية دي بتبدأ زي حكايات كتير، ببداية جديدة كنا بنحلم بيها. أنا نور، شقتنا القديمة كانت خلاص بتخنقنا، حيطانها بتقرب على بعض كل يوم. بابا وماما كانوا بيحلموا بمكان جديد، بداية جديدة نقدر نتنفس فيها. عشان كده لما قرروا أخيراً إننا لازم نعزل، حسيت إن الفرق قرب. دورنا شهور طويلة، لفينا على شقق كتير لغاية ما فقدنا الأمل. وفي يوم وبشكل غريب ظهرت الشقة دي في قلب مصر الجديدة، في عمارة أثرية من اللي الزمن نسيها. السمسار كان كلامه قليل وعينيه فيها نظرة غريبة، بس السعر كان لقطة لدرجة تخوف. بس إحنا تجاهلنا كل ده. العمارة نفسها كانت زي ما تكون طالعة من رواية قديمة، ليها هيبة وروح خاصة. وأول ما دخلنا الشقة اتخطفنا. كانت أكبر وأجمل من كل الصور، واسعة بشكل لا يصدق، وسقفها العالي كان مزخرف بنقوش قديمة، والشبابيك الضخمة كانت بتدخل الشمس كأنها ضيف عزيز. بابا وماما عينيهم كانت بتلمع، وأنا كنت طايرة من الفرحة. خلاص لقينا بيتنا، شقة أحلامنا اللي هنرسم فيها مستقبلنا. أنا على طول اخترت أوضتي، واحدة في آخر الطرقة، شباكها كبير بيبص على جنينة مهجورة بس جميلة. فرشت حاجتي وأنا بحلم بكل الحاجات اللي هعملها فيها. لكن مع دخول الليل الفرحة دي بدأت تتبخر. أول ليلة لينا ومع سكون البيت حسيت بإحساس غريب بدأ يتسلل جوايا. بدأ برودة مش طبيعية، ملت الأوضة فجأة، خلت نفسي يبان في الهوا. بعدها سمعت الصوت ده، صوت خشب بيتحك في الأرض ببطء، جاي من الصالة، صوت كرسي حد بيسحبه. قلبي دق جامد، قمت من السرير على طراطيف صوابعي وفتحت الباب حتة صغيرة. بصيت في الطرق الطويلة الظلمة، مفيش أي حاجة. الصالة غرقانة في العتمة، والبيت هادي، هدوء مريب. تاني يوم الصبح حاولت أقول لماما، بس ضحكت وقالت لي إني بحلم عشان تعبانة من النقل. بابا كمان طمني إن دي أصوات طبيعية في العماير القديمة، بس أنا ما كانتش مقتنعة. كنت حاسة إنهم مش شايفين اللي أنا شايفاه، مش حاسين باللي أنا حاساه. كنت لوحدي في الإحساس ده، إحساس إن البيت ده فيه سر تقيل. وبالليل الموضوع بدأ يتطور، وأنا في المطبخ لمحت بطرف عيني خيال أسود طويل عدى بسرعة من ورايا. وقفت متجمدة مكاني، ولما بصيت في مراية الحمام حسيت لوهلة إن انعكاسي ابتسم ابتسامة مش بتاعتي. الموضوع ما بقاش مجرد أصوات، بقى فيه وجود بحس بيه حواليا. كل يوم كان بيزيد عن اللي قبله، وكل ليلة كانت بتكشف عن جزء جديد من الرعب. كنت فاكرة إن ده أسوأ حاجة ممكن تحصل، بس ما كنتش أعرف إن الكابوس الحقيقي لسه حتى مبدأش. في يوم جمعة كنت بروق أوضتي، كان في برواز قديم متعلق، اتقلب ووقع والإزاز اتكسر. شلت الكرتونة، لقيت رموز محفورة جوا، أشكال هندسية، دايرة كبيرة ونجمة غريبة وحروف مخيفة، صورتها بالموبايل. إحساس خطر غريب سيبني. من يومها الأحداث اتغيرت. أصحى ألاقي باب دولابي مفتوح، وحاجات متحركة لوحدها، النور يولع ويطفي لوحده، بقى في كيان بيحاول يتواصل. وحسيت إن الطلاسم هي السبب، كأني فتحت باب ما كانش المفروض يتفتح. بقيت أحط كرسي ورا الباب قبل ما أنام، كل ليلة بتعدي كأنها سنة. ألمح بطرف عيني خيال طويل واقف، أركز ملقيش حاجة. بقيت أسمع نفس تقيل ورا ودني، وصحيت على خربشة بطيئة بإصرار. فضلت صاحية للصبح مش قادرة أتحرك. الإحساس بالمراقبة بقى في كل مكان، حتى في الحمام. انعكاسي يبتسم قبلي وارجع ألاقيه طبيعي. خسيت وشي أصفر وبقيت لوحدي في جحيم صامت. لجأت لصاحبة عمري ليلي، وصلت بيتها منهارة، فاستقبلتني بحضن طويل وكأنها حاسة بكل حاجة. في أوضتها الهادية حكيت لها كل حاجة بالتفصيل، عن الطلاسم والخيالات والصوت اللي بيكلمني. كانت بتسمعني بقلق، بتحاول تستوعب حجم الرعب. قررنا نتفرج على فيلم عشان نكسر التوتر. الوقت سرقنا والساعة عدت 2 بالليل، وفجأة في عز السكون سمعنا تكة خفيفة من الصالة، صوت حاد زي ولاعة. وقبل ما أرد بدأ صوت صندوق موسيقى قديم بيلعب لحن طفولي حزين وبطيء، لحن غريب على سكون الليل. قلوبنا وقفت،
بصينا بحذر من فتحة الباب، وفي نص الصالة شفنا كيان، كتلة سوداء طويلة بلا ملامح أغمق من الظلمة نفسها. جسمنا تجمد، مقدرناش نتحرك أو نصرخ، مجرد أنفاس مكتومة ورعب صافي. فضل واقف لدقيقة حسيتها دهر، بعدها اتحرك ببطء وبدون صوت واختفى في ظلمة المطبخ. أنا شفته يا نور، أنا شفته، ده حقيقي. فوراً بدأت تلم حاجتها. نور، أنا بحبك بس مستحيل أبت هنا تاني. وقفت عند الباب وقالت بحسم: أنت كمان لازم تمشي فوراً، اللي في البيت ده مش عايزك ومش هيسيبك. بعد ما مشيت ليلى حسيت بوحدة قاتلة. الخوف بقى حقيقة مؤكدة شافها معي حد تاني. علاقتي بالشقة تغيرت، وكل صوت وظل بقى مصدر رعب. كنت قاعدة في الضلمة لوحدي، وفجأة نور الموبايل كسر العتمة. جالي إشعار رسالة من أكونت غريب بلا صورة واسم عشوائي من حروف وأرقام. الرسالة كانت 3 جمل جمدت الدم في عروقي. البرواز فتح الباب، صاحبتك في خطر، الدايرة لازم تتقفل. جسمي تلق، مين ده وعرف إزاي؟ وعرف إيه عن البرواز؟ بعتت له فوراً: أنت مين؟ استنيت الرد وعيني على الشاشة. ساعة 2 ومفيش رد، ولما حاولت أدخل على الأكونت لقيت المستخدم غير موجود. اختفى كأنه تبخر. الرسالة اختفت بس كلامها فضل محفور في دماغي. الدايرة لازم تتقفل كانت بترن في ودني. الموضوع مبقاش يخصني لوحدي، ليلي في خطر بسببي. فهمت إن الرسالة دي خريطة للحل. ليجز لازم أحله قبل ما الرعب اللي في شقتي يوصل لصاحبتي ويبتلعها. قررت إني لازم أتصرف. الخوف كان بيخنقني، لكن فكرة إني أخسر ليلى كانت مرعبة أكتر. قفلت الباب ورايا بقوة كأنه وعد صامت إني هحارب. عقلي كان بيسابق الزمن بيدور على أي حل. وفجأة افتكرت حكاية قديمة عن الشيخ حسن. قابلته والقعدة معاه طمنتني. حكيت له كل حاجة بالتفصيل، من أول يوم في الشقة للهمس اللي في الحيطان لحد رسالة الفيسبوك المرعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي، اللي تفتح ده مش سهل، دعك دم وقفل على روح معذبة محبوسة، والختم اتكسر، والكيان اللي كان بيحرسها علم على صاحبتك، هيعتبرها خطر وهيحاول يأذيها بكل الطرق. قلبي يتقبض، إيدي كانت تترعش وأنا بطلع الموبايل. اتصلت بيها 10 مرات، الموبايل مقفول. رعب بارد سيطر عليا. جريت على العمارة وإحساس كارثي مسيطر عليا. ريحة الدخان وصريخ الناس مالي الجو. حريقة في شقة الأستاذ مجدي، ودمي يتجمد لما سمعت حد بيصرخ: النار طالعة من أوضة ليلى. زقيت الناس وأنا بدور عليها بجنون، ولمحتها واقفة جنب الإسعاف بتترعش. جريت عليها وحضنتها. حلمت بالخيال الطويل واقف بيشاور على الستارة. صحيت ولقيت النار ما سكت في كل حتة. ده أول هجوم مباشر. لازم أجيلكوا الشقة الليلة، لازم نقفل الدايرة دي قبل ما الكيان يفلت منا ومحدش يقدر يوقفه. اقعدوا جوه الدايرة دي، ومهما تشوفوا أو تسمعوا إياكوا تخرجوا منها. حياتكم متوقفة على كده. أول ما خلص الهجوم بدأ. النور طفى والشقة اتهزت كأنه زلزال. صريخ مش بشري كان بيتردد من جوا الحيطان، وفجأة ساد سكون مميت. اهدي يا بنتي، إحنا جايين نساعدك. حكايتها بانت في عقولنا. اسمها فريدة، اتقتلت هنا من جوز أمها واتدفنت تحت بلاط المطبخ. البرواز كان قفلة لروحها، والخيال حارس شيطاني ليضمن أن سرها لن ينكشف. كل اللي كانت عايزاه إن جثتها تتلاقي. الشيخ قال لازم نبلغ الشرطة، لكن قبل ما يكمل الحارس الأسود اتجسد وراه وأطلق زئيرا يصم الأذان. دائرة الملح انفجرت، وآخر ما رأيت كان الشيخ يلقى على الحائط والكيان ينقض علينا وظلامه يبتلع كل شيء. اتصلنا بالشرطة وبدأوا ياخدوا الموضوع بجدية. بدأوا يكسروا في الأرضية، لقوا عظام صغيرة ملفوفة. كانت فريدة. المشهد مؤلم، بس راحة غريبة ملت قلبي. جوز أمها لسه عايش. واجهوه، انهار واعترف. اتقبض عليه والحكاية بقت على كل لسان. الهدوء رجع والبرودة اختفت. روح فريدة أخيرا لقت سلامها. بس أنا اتغيرت. شرخ جوايا مش هيتصلح. بقيت بخاف من الضلمة ومن المرايات ومن الهدوء. عرضنا الشقة للبيع وعزلنا، بس أحيانا أحس بنفس البرودة وألمح خيال أسود بطرف عيني.
مين عارف؟ يمكن برواز قديم على حيطة شقتك يكون هو المفتاح. لو عجبتك القصة ما تنساش تتابع الصفحة وتسيب لايك أو كومنت عشان الرعب لسه مكمل.